الدبلوماسية واللجنة التنظيمية واللجنة القانونية ولجنة الأعلام والأرشيف واللجنة المالية ولجنة المخيمات ضمن 6 مكاتب متفرقة من مدن شمال وشرق سوريا وحلب، حيث اقتصرت معظم الفعاليات والأنشطة في هذه المدن. سوريا وقعت ويمكنني تسميتها كضحية كبيرة إثر الحرب السورية منذ بدايتها، فلقت نفسها أمام تحديات كبيرة حيث تحولت بالإضافة إلى دورها كأم إلى أب أيضا بتحمل المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. تحياتي لكل السوريات الموجودات في الإدارة الذاتية وعلى الجهد اللي بيشتغلوا مع بعض، وحقيقة انتم صورة عن نساء سوريات مناضلات من أجل التغيير نحو دولة ترعى وتصون حقوق النساء. يعني كمان مبروك لاستمراريته عليكم. طبعا نحن اليوم كل تجمع وكل فعاليه بيكون فيها دعم للنساء ودعم قضايا النساء، هي مبادره مهمه. يعيش نظام الحداثه الراسماليه ازمه عميقه وخانقه نتيجه لتدخلاتها اللامحدوده في شؤون الدول التي تعتبرها مستعمرة لها ومستنقعا تفرغ فيها سياساتها المعادية لإرادة مجتمعات تلك الدول وأجندتها التي لا تعرف غير الربح الأعظم. يدخل طفل بالمدرسة عم يهرب منه وما بده، ليش؟ لأنه ما بيعرف ينطق النطق الصحيح، هذا واجب المرأة، واجب المرأة في البيت. انه من بدايه الطفل لا تضحك لما يحكي كلمه غلط. انا بيقولوا لي اميره فردي هذا اصله سني، صار شيعي لانه اجت احتلالات خليته يصير شيعي. فلما بصير في قوانين علمانيه بالدوله ومفصلين عن الدوله، المراه تشعر بحقوقها وثقافتها وانها هي خارج ما سلعه. بس المراه السوريه وجينا اليوم ان شاء الله ضيوف عليكم على حلب، ونشكر زيارتكم اللي قدمتوها. المرأة السورية بتعرفوا انتم على مدى الحرب واجرار الحرب اللي عدت علينا، المرأة السورية تعبت، كافحت، ضحت بحالها، باولادها، ببيتها، بزوجها، كانت تطمح انه تصل لمستوى الرجل. عقدت اجتماعات دولية لنساء الأحزاب والمنظمات وشخصيات مستقلة لتقوية العلاقات، ولكن بعدها مر المجلس بفترة ركود وجمود في العمل بسبب احتكار المنسقة وحصر العمل ضمن إطار ضيق خاصة وفردي دون إعطاء أهمية للعمل التشاركي والتنسيق مع الأعضاء، مما سبب في عدم التجديد والإبداع في العمل. لهذا فقط تم إغلاق بعض المكاتب في مدينتي القامشلي وكوبان.